السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ انا نهى ودي قناتي، وجايه النهارده بقى اقدم لكم وصفة جميلة جدا، وهي طريقة عمل الفول في البيت. وطبعا ما بنستغناش عنه في السحور وخصوصا في مصر. هي الفول والزبادي دولت اهم شيء في السحور. يا رب تعجبكم الوصفة، وهقول لكم ايه في بعض اسرار زي عشان يبقى زي بتاع المحلات كده والطعم جميل. يا رب تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، لان ارائكم دايما بتهمني جدا. واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا شير عشان يوصل لكل حبايبنا. دلوقتي انا جبت نص كيلو فول ونقيته وغسلته كويس جدا في المصفى زي ما شفتوا كده. وبعدين لما صفى ميته حطيته في البوله ديت. طبعا لازم تكون بوله ازاز او ألمونيوم او صاج، المهم ما تكونش حاجه بلاستيك، لان انا هحط عليه ميه سخنه دلوقتي، فطبعا ما ينفعش لان الميه سخنه على في البلاستيك بتبقى ضاره للصحه. وهنعمله في الحلة. طبعا انا يعني بحب ايسر عليكم الامور علشان ما من يعني ايه، نخلينا في اليسر كده دايما. ممكن تعمليه في حلة، ممكن تعمليه في الفوالة. انا عندي فوالة بس انا هعمله معاكم النهاردة في الحلة، عشان زي ما قلت لكم نحب نيسر الامور. ولو حبيتوا تعملوه في حلة ضغط عادي مفيش مشكلة، لكن احنا هنعمله برضو على البوتاجاز عادي جدا. دلوقتي انا سبته منقوع كده شوية لمدة حوالي ساعتين. بصوا بدأ يفتح معايا ازاي. يعني ممكن تبدأي تعمليه على البوتاجاز عادي خالص، ولكن انا ما كنتش محتاجاه في الوقت ده، فعشان كده انا عملته تاني يوم. فممكن تغيري عليه كل ساعتين او 3 عادي خالص. وهي اول مرة بس هتبقى مية سخنة، وبعد كده مية من الفلتر عادي خالص. طبعا لو انت هتعمليه في نفس اليوم هتغيري عليه كل ساعة، وبعد 4 ساعات تبدأي تعلقي عليه. حلو الكلام. وطبعا لازم تغطي عليه طبعا علشان ما بخار المية ده بيساعد في تسويته بسرعة. دلوقتي انا حطيته في الحلة اهوت، وهحط عليه مية سخنة. وطبعا خرطت عليه كده بصل، قطعت عليها بصل وطماطم، وحطيت عليه حبة عدس كده عشان العدس برضو بيدوله لون حلو قوي كمان. وهقول لكم اللون الاصفر ده بيطلع معانا ازاي، بيبقى لونه حلو قوي. طبعا لازم تغطي الفول كله كويس زي ما انتم شفتوا كده، وتغطي عليه بقى وتسيبيه على العين العالية لغاية ما يغلي بس. وبعد كده هتنقليه على العين الصغيرة وتوطي عليه لغاية ما يستوي. هو بيستوي تقريبا في، يعني لو انت بيتيه في 3 ساعات، اما لو عملتيه في نفس اليوم ممكن ياخد منك 3-4 ساعات. بعد كده انا جبت ديت بقى، انا كنت واخدينها من عند الفوال كده، او واحد بيبيع الفول. بتعملي حبة كركم على حبة خل، على معلقة صلصة، على حبة زيت، وتحطيها على الفول، وده اللي بيديكي اللون والطعم الحلو للفول بعد كده. تمام. وبعد كده بقى بتقلبيها فيه كده، وهتغطي عليه تاني. طبعا هو لسه مستواش خالص ولا حتى غلى، اللي هي الغلوه الاولانيه اللي بعدها بننقله على عينه الصغيره، وبعد كده بتوطي عليه. او يفضل تحطي تحته الشياطه كمان علشان يعني ايه، يبقى بيستوي براحته خالص. ولازم طبعا تغطي عليه وكل شويه يعني تطمئني عليه كده لغايه ما يستوي. شفتوا بقى طالع مستوي ازاي؟ زبده، حاجه كده يعني فاخر من الاخر. شايفين؟ ولا محتاج هراسه ولا اي حاجه خالص، في منتهى الجمال. وطبعا الخلطة اللي انا حطيتها قدامكم دي بتديله ريحة ذكية وريحة كويسة يعني. وبعد كده هو الحقيقة فكرة الليمونة دي، هو قال لي تحطي ليمونة بتسويه بسرعة، بس انا مش عارفة هل الخطوة دي صح ولا ايه، بس انا حطيتها يكفي ان هي ادتني طعم حلو للفول. حلو الكلام. بعد كده بقى بجيب شويه معاكم اهو في الطبق. طبعا في ناس بتحبه بتاكله حبه بحبه كده عادي، لكن انا بحب اهرسه الحقيقه. انا عندي الفوال، عندي سوري الهراسه، ولكن انا ههرسه معاكم عادي بالشوكه. ممكن تهرسيه بشوكه، برضو مش هنوقف نفسنا على حاجه. نفترض ان احنا ما عندناش هراسه، ممكن بالشوكه، ممكن بالمعلقه، ممكن بكوبايه عادي خالص. انا بالنسبه لي عندي الهراسه، ولكن انا ههرسه معاكم كده بالشوكة علشان اوريكم هو بيتهرس بسهولة ازاي. بجد فعلا يا جماعة طالع طعمه حلو قوي ولونه كمان حلو جدا زي بتاع المحلات، بس دي حاجة نظيفة بقى. احنا عارفين مسوينها في بيتنا، وعارفين هي يعني ايه نظيفة، وعارفين هي معمولة ازاي. دلوقتي انا طبعا بهرسه بالشوكة قدامكم، مفيش اي عرقلة خالص معايا، ولا حباية حتى مرضتش تتهرس. وبعد كده بقى بحط عليه شوية ملح
وشوية كزبرة وحبة كمون والسبع بهارات وحبة زيت. طبعا عايزين تحطوا بقى زيت زيتون، انا بحط زيت ذرة عادي، زيت زيتون او زيت ذرة سيان، ده بيديله طعم حلو وده بيديله، طبعا دي حسب الرغبة. وفي ناس بتحط له زيت حار، بس انا بصراحة بعيدة خالص عن الزيت الحار. تمام. وفي خلطة كده انا قلتها لكم دلوقتي، اللي هو الملح مع في طبعا خل، بس انا حطيت الخل في الاول. هو اللي يعني من اسرار الفول حلو برضو، اللي انا الخلطة اللي انا حطيتها دلوقتي، بس هما بيحطوها في ازازة عند الفوال او عند بتاع الفول يعني، وبيحطوا منها كده مرة واحدة، اللي هي الملح، كزبرة، كمون، السبع بهارات، وحبة خل صغيرين. بس انا زي ما قلت لكم انا حطيت الخل في الاول. شايفين اتهرس معايا كويس جدا. هحط الزيت اهوت. عايزه بقى انت تعملي تقطعي عليه بصل، عايزه تقطعي عليه كزبره او بقدونس، طبعا دي بتبقى كل ده حسب الرغبه، الزيادات دي كلها بتبقى حسب رغبتك انت. انا حطيت عليه بالنسبه لي زيت ذره، في ناس زي ما قلت لكم بتحب زيت الزيتون او او الزيت الحار، ما فيش اي مشكله. ودي طحينه كده برضو كنت عاملاها في البيت، هبقى اقول لكم ان شاء الله على طريقتها برضو. بتبقى شكلها حلو قوي، بتدي الفول طعم جميل كمان. شفتوا بقى الفول طالع شكله جميل ازاي. طبعا ما اقولكمش بقى على طعمه بعد ما خلص وحطيت التكات بتاعته الاخيره دي. طبعا قلت لكم على اسرار اللي هو بتاع الفول بيعملوا ازاي، او اللي عشان يخلي طعمه حلو كده. وشايفين طالع معايا في العيش طعمه تحفه بجد فعلا، انصحكم تجربوه. ويا رب تكون عجبتكم الوصفه كده وتجربوها، يعني وصفه بجد ان شاء الله هتعجبكم، وخصوصا ان هنا في مصر الفول ده يعني ما بنستغناش عنه في السحور. يعني زي ما قلت لكم كده، الحاجات اللي انا قدمتها معاكم سواء الكنافه او القطايف او الزبادي او الفول النهارده، كل ده بيبقى الراعي الرسمي في مصر هنا، لازم بنعمله في رمضان. يا رب تكون عجبتكم الوصفه كده، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات ان شاء الله يا حبايبي، لان ارائكم بتهمني جدا. وان شاء الله نلتقي في فيديو اخر، واترككم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.